البيت زمان كان راحة. دلوقتي بقى كل واحد ماسك موبايله وساكت، لا حد بيحكي ولا حد بيسأل، وبقينا عايشين في نفس البيت بس بعاد قوي عن بعض. عارف زمان كان الأكل يجمعنا، القعدة كانت طويلة، الضحكة كانت طالعة من القلب، حتى المشاكل كان فيها روح. دلوقتي الأب راجع تعبان، الأم شايل هم الدنيا، والعيال كل واحد عايش في عالم لوحده. أوقات كتير بنفتكر إن المشكلة في الفلوس، بس الحقيقة في بيوت غنية جدا ومفيهاش راحة، وفي بيوت بسيطة بس فيها حب يخليك مش عايز تخرج منها. المشكلة عمرها ما كانت في الفلوس، المشكلة لما الكلام يختفي، لما السؤال يبقى تقيل، ولما كل واحد يقول أنا مالي. في ولد كان كل يوم يدخل البيت ويسلم، محدش يرد عليه. أبوه قدام التلفزيون، أمه في المطبخ، وأخته ماسكة الموبايل. في الأول كان بيحاول يحكي عن يومه، عن تعبه، عن حلمه، بس كل مرة كان يسمع بعدين يا ابني، مش دلوقتي، سيبنا بس عشان احنا تعبانين. لحد ما بطل يتكلم، وبقى لما يرجع اوضته يقفل الباب ويسكت. والمشكلة ان محدش خد باله، محدش حس انه بيتغير، محدش لاحظ ان الشخص اللي كان بيضحك طول الوقت بقى ساكت. ودي مشكلة بيوت كتير، اننا بنتعود على وجود بعض وننسى نحس ببعض. الأم فاكرة إن الأكل والشرب كفاية، والأب فاكر إن الفلوس أمان، والعيال فاكرين إن محدش فاهمهم. وفي النص البيت بيبرد. عارف يعني إيه البيت بيبرد؟ يعني تبقى قاعد وسط الناس وحاسس بغربة، يعني ترجع زعلان ومتلاقيش حد تسند عليه، يعني تبقى محتاج كلمة مالك بس محدش يسأل. في بنت كانت كل يوم تضحك قدام أهلها، تهزر تساعد وتقول إنها كويسة، بس أول ما تدخل أوضتها تعيط. ليه؟ عشان كانت حاسة إنها لو اتكلمت محدش هيفهمها. وده اللي الناس كتير عايشاه. كلنا بقينا بنمثل إننا بخير عشان محدش عنده طاقة يسمع. أوقات الإنسان مش بيحتاج حل، هو بس محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يحس إنه مهم، محتاج حد يحس إن زعله فارق، إن وجوده ليه قيمة. مرة أب راجع من الشغل متعصب، ابنه جرى عليه فرحه بدرجاته. قام الأب زعقله وقال له مش شايفني تعبان؟ الولد سكت ومشي. الأب نسي الموقف بعدها ب5 دقايق، بس الولد فضل فاكره سنين. الكلمة أوقات بتعيش أكتر من صاحبها. وعشان كده قبل ما تتكلم مع حد من بيتك بعصبية، افتكر إن ممكن كلمة منك تكسر حاجة جواه. والموضوع مش عن أب بس ولا أم بس، كلنا غلطنا في حق بعض. أخ ما بيسألش على أخوه، أخت شايفة أختها بتنهار وساكتة، ابن شايف أمه تعبانة ومش مقدر. كل واحد مستني الحب بس محدش بيبدأ، مع إن الموضوع بسيط جدا. كلمة صغيرة، حضن، سؤال، قعدة 5 دقايق، الحاجات دي بتفرق صدقني، ممكن تصلح إنسان من جواه. أوقات كتير الناس برا البيت بتعاملنا أحسن من أهلنا. ليه؟ مش عشان هم أطيب، بس عشان هم بيسمعوا. في شباب كتير أول ما يكبروا يبعدوا، مش بسبب الحرية، لكن لأنهم ملقوش راحة. في أهالي بعدها يقولوا ولادنا اتغيروا، بس الحقيقة يمكن الولاد اتوجعوا وسكتوا. عارف ايه أكتر حاجة بتوجع؟ إن الإنسان يفضل طول عمره يدور على الحنية برا بيته، يدور عليها في صحابه، في علاقاته، في أي حد يسمعه، مع إن المفروض البيت هو أول مكان ترتاح فيه. بس لسه في أمل طول ما الناس لسه عندها قلب. مش لازم البيت يبقى كامل، مفيش بيت كامل، كل البيوت فيها مشاكل، كل البيوت فيها ضغط، بس الفرق الحقيقي في الاحتواء. إنك حتى لو زعلان تحس إن ليك مكان، حتى لو غلطان تلاقي فرصة تتكلم، حتى لو تعبت تلاقي حد يقولك أنا جنبك. جرب النهاردة تبادر أنت، اسأل حد في بيتك عامل إيه، واسأله بجد. اقعد مع أمك شوية، كلم أبوك، اضحك مع أخواتك. يمكن كل اللي ناقص البيت هو شوية اهتمام. وما تستناش حد يبدأ، ابدأ أنت، عشان الأيام بتجري، وفي يوم هتكتشف إن أكتر لحظات كان نفسك ترجعها هي القعدة اللي كنت فاكرها عادية. صوت أمك وهي بتنادي عليك، هزار أخواتك، سؤال أبوك عن يومك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتعيش. وفي النهاية البيت مش حيطان، البيت ناس، ولو الحب اختفى من الناس أي مكان هيبقى مجرد 4 حيطان. فحاول قبل ما تنام النهاردة تصلح حاجة بسيطة، كلمة، اعتذار، حضن. يمكن الحاجة الصغيرة دي تنقذ قلب حد كان مستنيها من زمان.